ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين القمر ده؟ شايفين الطعامة دي؟ النهاردة هنعمل جبنة كلنا بنحبها جدا، لكن مع الأسف الشديد سعرها بقى غالي قوي ومبالغ فيه قوي. حذروا فذروا، هنعمل ايه؟ الجبنة الكيري والطعم ايه حكاية، وبتكلفة معقولة جدا، وهتعمل لك كمية وفيرة في حدود كيلو ونص. يلا زي ما احنا شايفين كده، ادي نص كيلو جبنة قريش، وربعين صوص الشيدر، وحوالي 5 معالق كبار وش اللبن اللي هو القشطة. ودلوقتي جبنا الكبة بتاعتنا، هنحط فيها بقى المكونات بتاعتنا. ادي النص كيلو جبنة قريش هنحطه في الخلاط او الكبة، وما نحاولش ن... لو الكبة بتاعتنا صغيرة نحط الكمية كلها، ممكن نعملها على مرتين، بس انا عندي هنا الكبة معقولة كبيرة، حطيت الكمية كلها مرة واحدة بس. وبعد كده بقى صوص الشيدر ده اللي بيتجاب من عند اي لبان، موجود عند كل بتوع المنتجات الألبان. وهنجيب العلبة الأولانية بتاعت الصوص الشيدر ونفرغها برضو في الكبة. فرغتها اهو، فرغتها تمام كده، تمام. والعلبة التانية برضو هنجيبها ونحطها اهو، بس ممكن نجيب القشطة الأول برضو عشان تبقى تمتزج في وسطهم أكتر. والقشطة برضو انتي يعني لو كترتيها عن 5 معالق بتبقى أحلى، حسب المتاح عندك في البيت أو اللي موجود عندك في البيت. ولو مش موجودة عندك ممكن تشتري ربع كيلو برضو من عند اللبان قشطة بلدي أو قشطة فلاحي، بتدي طعم جميل جدا. وادي علبة صوص الشيدر التانية، وصدقوني بقى ان الجبنة القريش بتدي ميزة جميلة جدا جدا، ان بتدي طعم الصور المزز الحلو اللي بيميز طعم الجبنة الكيري، وبيديلها الطعم الجميل بتاعها ده. بس كده، ادي المكونات بسيطة وسهلة. نضرب بقى كل المكونات دي في الكبة، بس ضرب شديد جدا بحيث ان يدي القوام الكريمي المميز للجبنة الكيري. بس برضو من آن للتاني نوقف الكبة عشان ما تتحرقش، يعني ما يبقاش ضرب متواصل، ضرب متقطع، بحيث ان ايه من آن للتاني نريح برضو الكبة وما تتحرقش. نفضل نضرب بقى لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، الناعم الجميل الكريمي. ممكن حبايبي اللي عايز يزود نص معلقة ملح صغيرة يزودها. هنا احنا وصلنا بقى للقوام بتاعنا الكريمي الجميل. شايفين القوام جميل ازاي وناعم وكريمي جدا، غاية في الروعة، غاية في الروعة. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكمان تدعموني بالتعليقات الجميلة اللي بتشجعني. هنا بقى انا جبت البرطمانات بتوعي، كنت مجهزاهم ومعقماهم من قبلها،
برطمان كبير بياخد حوالي كيلو وربع تقريبا. بملاه اهو قدامكم، شايفين القوام جميل ازاي، هو نازل بكل سهولة وبكل نعومة. بجد يا جماعة تجربة جميلة جدا، يا ريت تجربوا. وفوق ده كله صدقوني موفرة موفرة وارخص من بره بكتير. وهتضمني بقى حاجتك عاملاها بايديكي في البيت بدون مواد حافظة او زيوت نباتية. وطعم يعني لو دقتوه هتحسوا ان هو طبق الاصل زي الكيري تمام. فوق كل ده ممكن كمان تستخدموها في وصفات كتيرة زي التشيز كيك، جميل جدا. كده انا تقريبا مليت البرطمان الاولاني، بهزه عشان ياخد اكتر، وابتديت املى في البرطمان الصغير ده بياخد حوالي ربع كيلو، ممكن ربع كيلو او اكتر شوية. انتي بقى ما تسيبيش الكمية كلها في التلاجة، اللي تقدري اللي هتاكليه تسيبيه في التلاجة، الباقي ممكن تحتفظي بيه في الفريزر، علشان طبعا انتوا عارفين انها ما فيهاش مواد حافظة، فما ينفعش تقعد في التلاجة مدة طويلة. فاحنا بنسيب في التلاجة اللي احنا هنستخدمه يعني مدة اقصاها اسبوع او 10 ايام، والباقي بنعينه في الفريزر، ولما بنعوز بننزل من الفريزر اللي احنا اللي هنستخدمه تاني. بس كده.